السلام عليكم. هو كلبك بيكون شخصيته ازاي؟ يعني في ناس تيجي تسألها كلبي بيعمل كذا كذا يقولك شخصيته. طيب هو الكلب بيكون الشخصية ازاي؟ كلبك بيكون شخصيته من البيئة اللي عايش فيها، ومن تصرفاتك، ومن تصرفات الآخرين اللي موجودين فيها. عشان كده مبادئ التدريب بيقولوا عليها فترة التآلف والتعارف. بجيب الكلب بتعرف عليه واخليه يتآلف على الطبيعة والبيئة بتاعتي وتصرفاتي والروتين اليومي بتاعي. فعشان كده احنا بنشوف سلوكيات الكلب من البيئة اللي عايش فيها وتصرفات أصحابه. عشان كده لما بيجي حد بيسألنا الكلب بيعمل واحد اتنين تلاتة، ببتدي أسأله انتوا بتعملوا ايه، الروتين اليومي ايه اللي حصل قدامه في موقف سابق وهكذا. فالطبيعي جدا والكلب السليم اللي بيقولوا عليه بيور والبيهيفير بتاعه عالي جدا وكلب إيجابي جدا، اللي هو بياخد سلوكيات البيئة أو بياخد طبع البيئة من الحتة اللي عايش فيها. عشان كده مبادئ أول حاجة في التدريب بنقول عليها مبدأ التآلف والتعارف. حضرتك لازم تعمل تآلف وتعارف على كلبك عشان تبتدي تعرف هو بيتصرف ازاي، وبالتالي توريه انت بتعمل ايه عشان ياخد سلوكياتك، وتبتدي تلاقي الكلب متآلف مع البيئة. سلوكيات الكلب من البيئة وشخصيات اللي عايش معاها.